باشمهندس الحد الادنى لحديد التسليح في العمود والحد الاقصى لحديد التسليح في العمود، سواء بنتكلم على اريا اس ماكس او بنتكلم على الاريا اس مينيمم. يجي الكود يا باشمهندسين في بند 10 6 1 1 يقول لك يا باشمهندس بالنسبه للاعمده النون بريستريزد كولم وبالنسبه للبريستريزد ولكن الاف البريستريزد بتاعتها بقيمه معينه، باخد يا باشمهندسين المينيمم بتاعي ب 1% من الاريا جروس، والمفروض يا باشمهندسين القيمه دي ما تزيدش عن 8%. يعني ببساطه كده يا باشمهندسين الحد الادنى بتاعي 1% والحد الاقصى بتاع حديد التسليح هو 8%. من 1% ل 8% هي نسبه حديد التسليح. طب يا باشمهندس في نقطتين عايزين نعرفهم. الكود بيقول لك يا باشمهندس خلي بالك لما تيجي يا باشمهندس تعمل سبلايس، لما تيجي تعمل سبلايس لحديد التسليح المفروض النسبه ما تزيدش عن 4%. يجي الكود هنا يا باشمهندسين هنا في الكومنتري ده يقول لك يا باشمهندسين المفروض النسبه ما تزيدش عن 4% في حاله لو انت هتعمل اللاب سبلايس. ليه يا باشمهندس؟ عشان لما تيجي يا باشمهندس تجمع 4% للحديد اللي انت هتعمله سبلايس تجمعه وبالتالي هتضاعفه وبالتالي يديك الناتج 8%. لو زادت عن 4% يا باشمهندس هيكون الناتج اكبر من 8%، وبالتالي ده يكون اكبر من الليميت الماكسيمم بتاع الكود. دي اول نقطه. تاني نقطه يا باشمهندس الكود بيقول لك في بعض الاعمده اللي بيكون قطاعها اكبر بكتير من اللي انا عايزه ممكن اقلل المينيمم بتاع حديد التسليح اقلله لنص في المية، بدل كنت شغال 1% بقلله لنص في المية. وده يا باشمهندسين موجود في البند 10 3 1 2 في الكومنت بتاعه. بيقول لك يا باشمهندسين بالنسبه لبعض القطاعات اللي بيكون الجروس اريا بتاعه العمود اكبر بكتير من النسيسري علشان اقاوم الاحمال يا باشمهندس، ممكن تقلل نسبه حديد التسليح، ممكن تقلل نسبه حديد التسليح يا باشمهندس وتخليها نص في المية. يبقى النسبه يا باشمهندسين بتاع حديد التسليح من 1% ل 8%. في حاله اللاب سبلايس المفروض ما ازودش نسبه حديد التسليح عن 4%. وفي بعض الاعمده اللي بيكون قطاعاتها اكبر من اللي انا محتاجه بكتير ممكن اقلل نسبه حديد التسليح لنص في المية. والحاله دي يا باشمهندسين لو انا مثلا عندي عمود هو شايل بس الاون ويت بتاعه، والله مثلا عمود شايل 10 طن مثلا، هو اصلا انا عامل القطاع بتاعه طبقا لامور معماريه او طبقا للاحتياجات بتاعتي، عامل القطاع بتاعه يقدر يشيل وليكن 100 طن. فالعمود ده يا باشمهندس حرام ان انت تستخدم فيه المينيمم 1%. الكود بيقول لك ممكن يا باشمهندس في عمود زي ده تقلل النسبه لنص في المية. يجي الكود برضه يا باشمهندسين في الكومنتري على البند 10 6 1 يقول لك يا باشمهندس المينيمم رينفورسمنت يا باشمهندسين ايه هي اهميتها والماكسيمم رينفورسمنت ايه هي اهميتها. بالنسبه للمينيمم يا باشمهندسين بيقول لك ان هو بيدي لك ريزيستنس للبندنج مومنت. والله يا باشمهندس ممكن يتولد مومنت زي ما اتكلمنا وبالتالي بيديك ريزيستنس للبندنج مومنت. كمان يا باشمهندسين ان هو بيقلل او بيبدا يقاوم الايفكت بتاع الكريب والشرينكج. تمام. طيب يا باشمهندسين بالنسبه للماكسيمم رينفورسمنت بيقول لك ايه اهميتها يا باشمهندس؟ اهميتها يا باشمهندس ان انا اتاكد انشور ان الخرسانه نفسها هتلف حوالين حديد التسليح كله. لازم يا باشمهندسين ما يكونش حديد تسليح كتير لدرجه ان الخرسانه تعمل تعشيش في العمود. وكمان يا باشمهندسين بيبدا ان هو يقول لك علشان القطاع يكون اقتصادي القطاع يكون ايكونومي عشان بعض الاعتبارات الاقتصاديه، وبالتالي يفضل النسبه ما تزيدش عن 8%. يا باشمهندسين النسبه بتاعت نسبه حديد التسليح هي من 1% ل 8%. في بعض الاعمده اللي قطاعاتها كبيره ممكن اقل نسبه حديد التسليح لنص في المية، ويفضل في حاله اللاب سبلايس ان النسبه ما تزيدش عن 4% بحيث المجموع كمان ما يزيدش عن 8%.